الاسد لما بيفشل في انه يصطاد غزاله ما بيقعدش بالليل تحت الشجره حاطط ايده على خده ويقول يا ريتني كنت جريت اسرع، يا ريتني هجمت من الناحيه الثانيه. انت مخك عشان تندم بيعمل حاجه اسمها التفكير المناقض للواقع. الوحيد اللي في الكوكب ده اللي عنده الموهبه المرعبه في انه يعذب نفسه بخياله هو حضرتك. انا كان المفروض اشوطها يمين مش شمال يا حبيبي، ما كلنا عرفنا ده، بس بعد ما ضاع. في سوق الندم في موديلين مسيطرين على المبيعات كلها. الموديل الاول اسمه ندم الفعل، انت عملت الفعل وشفت نتيجته هتنساه مع الوقت. ندم عدم الفعل اللي ما تمش مخك بيفضل يبني له احتمالات ملهاش اخر، بيسموه ذا زايجارنيك افكت. كم عرض كده لو بقوا فيك اعرف ان ده حصل. التفكير المستمر، مخك بيتحول لدي جي فاشل مركب تراك الوجع وشغال ريبيت 24 ساعه، ده نزيف طاقه يا اخي. وفي العرض التاني اللي هو غسيل مخ الذات، انت بتبدا تشكك في وجعك وفي حياتك. تالت بيسموه الذنب العشوائي، لو خناقه حصلت بين اهلك في اليوم اللي انت مش موجود فيه في البيت اصلا تندم. العرض الرابع اللي بيسموه العزله المسمومه، بتبدا تهرب من الناس اللي بيفكروك بغلطتك. مخك دايما بيرسم السيناريو الوردي للفرصه اللي ضاعت. الحياه بتتعاش بس باللي قدامك، تسيب انا القديمه في حالها لان هي عملت اللي عليها في وقتها، لان العمر ملوش رفاند.